السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين المحترمين في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير. اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا النهاردة في فلوج جديد يا بنات في الوكالة. احنا جايبه لكم النهاردة كوليكشن حلو قوي على السويت شيرت. جايبه لكم النهارده سويت شيرت بسعر ما حصلش قبل كده. النهارده السويت شيرت ده معانا بجماله زي ما انتم شايفين كده ب40 جنيه بس، ارخص سويت شيرت في الوكاله. تمام، جبتلك الاشكال بتاعته كلها والالوان والخامات وكل حاجه كل حاجه، وجميع الماركات موجوده معانا. تمام، طبعا زي ما اتعودنا بيبقوا اعلى الماركات، اعلى الخامات، اعلى البراندات، كل حاجه كل حاجه اعلى حاجه. لان انا زي ما اتعودنا مع بعض انا بقلب في الكوليكشن كله قبل ما بطلعه، يعني فاهميني، ما بصورش الا لما بقلب الاول. لو عجبني انا الكوليكشن بصور على طول. لو ما دخلش دماغي قوي بصراحة مش بصور. تمام، بصوا الحتة دي ناعمة جدا. انتوا متخيلين الاول اني سويت شيرت ب40 جنيه؟ ده طبعا جاكيت تريننج زي ما انتوا شايفين كده. دي زي الافكار اللي قلت لكم عليها قبل كده، لما قلت لكم انتوا ممكن توفقوا ترنجات من قطع. يعني مثلا ممكن بنطلون، عامله لكم كذا فيديو بنطلونات ممكن توفقوا عليها سويت شيرت زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى تريننج حلو جدا وقيم قوي. اتفرجوا بقى معايا. هم عنده الشاب ده جديد، اتعرفت عليه جديد في الشارع اللي هو ورا مستشفى الجلاء، اللي انا اكتشفته مؤخرا جدا. بصراحه ندمت اني معرفتش الشارع ده من زمان. بصوا يا بنات السويت شيرت وجمالها. ندمت اني معرفتش الشارع ده من زمان، لاني لقيت عنده حاجات روعة روعة، وكمان الأسعار عندهم بجد تستاهل ان انتوا تجازفوا وتروحوا جري. يعني مش تستنوا شهر شهرين كده على ما تروحوا، لا، الموضوع عايز جري. تمام، علشان بجد تلحقوا موسم الشتاء وتجيبوا احسن حاجة ان شاء الله. فانا لما بروح وبتفرج وبيعجبني حاجة بزعل، يعني ببقى متضايقة جدا. انا ببقى عايزاكم فعلا تكونوا معايا عشان تستفيدوا في نفس الوقت، مش لسه هتتفرجوا على الفيديو وتقرروا تروحوا. كل الحاجات دي كلها اتباعت، الحاجات الحلوة قوي دي. فبزعل قوي. فيا ريت اللي بيتفرج يجري على طول يلحق، بجد هبقى مبسوطة اكتر والله. لو انتي بقى اول مرة لسه بتشوفي قناتي، زي ما انت شايفة كده السويت شيرت جميل اهو بيندهلك. اتمنى تشتركي في قناتي، كل يوم بجيب لك حاجات حلوة قوي. انا عندي 3 قنوات هادفة. عندي هدف كبير ان انا اوصلك الحاجة بسعرها، واوصلك للشخص اللي بيبيع الحاجة دي، واوصلك للمكان بكل سهولة من غير اي صعوبة خالص في المشوار. ان بيها توصلي للشخص على طول من باب المترو لباب المكان. تمام، للمكان يعني على طول، وتاخدي حاجتك وتجري تاني تركبي المترو في ثواني. تلاقي نفسك المشوار كله خد منك ساعة، ساعة ونص بالكتير. جبتي حاجتك ونطيتي تاني في المترو، روحتي ما حسيتيش بالتعب بقى اللي كنا بنحس بيه الاول ده، اللي هو انتي لفيتي وتعبتي وهلكتي وفي الاخر آه في الاخر ممكن تتعبي، ما تجيبيش الحاجة اللي انتي عايزاها قوي، او ممكن تجيبي قطعة واحدة خلاص، ما انتي من كتر اللفة اساسا مجهودك خلص. فهمتي قصدي؟ ده هدفي، انا اللي الف، لان ده طبعا شغلي. انا اللي الف وانا اللي اجيب لك السعر، وانتي تخشي على قناتي تشوفي احدث فيديو اتعمل مثلا للسويتشيرت ايه، احدث فيديو للبليزر كان امتى، احدث فيديو للبنطلون كان امتى، وتخشي جري وتلحقي تروحي وتكلمي البياع لسه عندك الحاجة دي ولا اتباعت ولا خلصت، مثلا ايا كان اللي هيقولهولك. طب انت عندك ايه دلوقتي؟ عشان انا مثلا شفت فيديو ليك وعايزه اجيلك. فهمتوا الفكره؟ هي دي الفكره بتاعت قنواتي، مش ان انا ازرع فيديو في قنواتي وبس، لا، ان انا اوصلك للحاجه بالظبط. تمام، وتستفيدي فعلا، مش يبقى فرجه والله وخلاص. زي ما انتوا شايفين شويه سويت شيرتات حريمي رهيبه رهيبة وجميلة، وتنفع قوي قوي توفقي عليها ترنجات، يعني توفقي عليها بنطلونات. خلاص كده بقى عندك تريننج شتوي رهيب زي ما انتوا شايفين كده. والقطعة ب40 جنيه يا بنات، ده مش سعر والله. تمام، اللي ما داسش لايك بقى يدوس لايك فضلا منكم وليس امرا، علشان الفيديو يوصل لبنات كتير قوي. في بنات كتير ما تعرفش الاماكن دي،
اللايك هيوصل الفيديو ده لعشرات الناس، والكل هيدعي لكم باذن الله. كل اللي هيوصل له الفيديو هيدعي لي، واكيد لو انت دوستي لايك هيبقى ليكي نصيب من الدعوه، عشان انت طبعا سبب زيي بالظبط. تمام، فما تخرجيش من الفيديو قبل ما تدوسي لايك. طبعا فضلا منكم وليس امرا، واللي عايز يشترك طبعا على راسي من فوق، برضو هيستفيد ان شاء الله جدا، لاني كل يوم انا في الوكالة، كل يوم يوميا والله، علشان اجيب لك احسن حاجة زي ما انت شايفة كده. بصوا، هو شاب اسمر، تمام، عند شركة مصر للاستيراد والتصدير. هو واقف دلوقتي عند شركة مصر للاستيراد والتصدير، تمام. يعني الظهر بتاع الحاجة دي هو ده شركة مصر للاستيراد والتصدير. طب فين الشركة دي؟ الشركة دي قدام ظهر مستشفى الجلاء، تمام. طبعا مصر كلها عارفة فين مستشفى الجلاء دي، في محطة الإسعاف، لأن مستشفى الجلاء دي مستشفى ولادة، مصر كلها ولدت فيها على فكرة يعني. مصر كلها راحت مستشفى الجلاء دي، لأن هي مستشفى نساء ولادة، طبعا كلكم عارفين. فاكيد كلكم زرتوها، اكيد ايا كان حد بقى من طرفكم كنتوا بتزوروه، انتوا نفسكم ولدتوا هناك قبل كده، ما اعرفش، بس يعني سواء كنتوا رجاله او ستات اكيد تعرفوا فين مستشفى الجلاء دي، معروفه جدا. انتوا لو نزلتوا محطه مترو جمال عبد الناصر وسالتوا فين مستشفى الجلاء، والله لو بياع كده معدي بيبيع حتى بخور حتى، هيقول لكم اهي في وشكم اهي، يعني فاهميني، قدام المترو بالظبط. هتلفوا بقى الظهر بتاعها، خلاص هو انتي وصلتوا عند محمد ده. هو يعتبر الحيطه، بقول لكم اللي ورا الحاجه دي، الحيطه دي مكتوب عليها شركه مصر للاستيراد والتصدير، بس كده. اهي الحيطه اللي باينه دي شركه مصر للاستيراد والتصدير. هي قدام بقول لكم ظهر مستشفى الجلاء، تمام. واحنا في اخر الفيديو اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم، خفيفه على قلوبكم. لو بتعجبكم متنسوش لايك وشير للفيديو، عشان الفيديو يوصل لناس كتير يا بنات ويا شباب، وعشان الكل يستفيد، مش يبقى احنا اللي استفدنا بس، لازم نحب الخير لغيرنا كمان، وكل يستفيد من بعضه ان شاء الله. وان شاء الله على طول في اجتهاد، وعلى طول في تقدم مع بعض، طول ما انتوا ساندني وتسلموا لي جدا جدا على تعليقاتكم الحلوه. ربنا يبارك لكم يا رب، ويجعل كل كلمه بتقولوها في ميزان حسناتكم. انا بدعي لكم من قلبي والله بكل صلاه، لان الكلام ده بيرفع من روحي المعنويه جدا، وبيديني طاقه ايجابيه اكتر انزل واعمل لك احلى فيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.